بيبدأ فيلمنا النهاردة بالسيدة كيم وهي خارجة من عند المحامي هي وطليقها بيسألها هتعيشي حياتك ازاي دلوقتي؟ فبتقول له بعت انت بس مصاريف البنت. بعد كده بتروح كيم تاخد بنتها يون من المدرسة. بتطلع البنت من المدرسة وبتكون شايلة آلة التشيليو الموسيقية الضخمة على ظهرها، بتحطها في العربية وبتركب جنب أمها اللي بتسألها عن رأيها في المدرسة الثانوية. فبتقول لها البنت لسه مش عارفة، وبتبادل البنت أمها السؤال وتقول لها انت ايه رأيك في انك بقيتي مطلقة؟ فبتقول لها الأم انت انطباعك ايه عن طلاقي أنا ووالدك؟ فبتقول لها البنت مش فارق معايا كتير، خصوصا ان بابا ما كانش كويس معانا. وبتقف الأم بعربيتها لما بتلاقي صاحبة بنتها واقفة مستنياها. بتنزل البنت وبتقول لأمها ما تجيش تاخديني، أنا هرجع البيت مع صاحبتي. وبتروح كيم لتدريب السباحة بتاعها وبتتكلم مع واحدة صاحبتها هناك اللي بتسألها انت لسه ما لقيتيش محل علشان تفتحي الكافيه بتاعك؟ فبتقول لها لا، يا بلاقي المكان صغير والإيجار مناسب يا بلاقي المكان كبير والإيجار عالي، علشان كده أموري لسه مش مستقرة. تاني يوم الصبح في المدرسة بتكون يون مع صاحبتها بيختاروا هياكلوا ايه، وبتشوف يون ولد اسمه جون واقف قدام آلة البيبسي بيبان عليها إعجابها بيه. فبتقول لها صاحبتها ملكيش دعوة بالولد ده عادي السنة يعني أكبر مننا. وفي حصة الموسيقى بتسأل المدرسة على يون وبتقول في بنت جديدة هنا بتلعب على التشيلو. فبتقف البنت وبتطلب منها المدرسة تعزف أي حاجة بتعرفها، وفعلا بتعزف البنت مقطوعة موسيقية ساحرة. وبعد الحصة بتقف يون مع جون اللي بيقول لها عزفك حلو، وبيسألها إذا كانت فاضية بكرة بعد المدرسة. فبتقول له أيوة فاضية. وفي وقت الخروج من المدرسة بتكون أمها مستنياها كالعادة. بتطلع البنت مع جون اللي بيوصلها لحد عربية أمها، وبتعرفوا البنت ليها على إنه زميلها في الفصل، وبتعرض عليه الأم إنها توصله. فبيقول لها لا شكرا. وبتتحرك الأم بالعربية وهي ماشية بتشوف الولد ده واقف مع ولدين شكلهم مشاغب. وفي البيت بتكون الأم بتحضر كيكة الشوكولاتة اللي طلبتها منها بنتها علشان تاخدها معاها المدرسة. وبتسألها الأم انت هتديها لمين؟ فبتبص لها صاحبتها اللي بتكون قاعدة جنبها وبيضحكوا هما الاتنين. تاني يوم في المدرسة بتبعت البنت لجون إنها معاها حاجة ليه وعاوزاه يقابلها. وفي غرفة الكمبيوتر بتسألها صاحبتها هل انت فعلا راسلتي جون؟ فبتقول لها أيوة، وقال لي إن هيستناني على سطح المدرسة الساعة 10 وطلب مني إن أروح أقابله لوحدي. فعلا بتطلع يون على سطح المدرسة الساعة 10 وبتلاقي الولد مستنيها، وفجأة بيظهر الولدين اللي كانوا واقفين معاه بره المدرسة. بتحس البنت هنا بالخطر، بتحاول تتصل بأمها إلا إن الأم بتبقى في ميعاد مع مدرب السباحة ومش بتاخد بالها من تليفونها. وللأسف بيكتف الولاد البنت وبيصوروها فيديو وهما بيغتصبوها. وبعد ما بتروح الأم البيت وما بتلاقيش بنتها بتحس بالقلق عليها، وأول ما بتطلع تليفونها من الشنطة فبتلاقي عليه رسالة من بنتها بتستنجد بيها. فبتتصل الأم بالشرطة وبتركب عربيتها وتروح بسرعة على المدرسة. وهي في الطريق بيجيلها اتصال إنها لازم تروح المستشفى حالا. ولما بتروح المستشفى بتلاقي بنتها على سرير هناك وفاقدة الوعي. ولما بتسأل الممرضة إيه اللي حصل لها فبتقول لها الدكتورة إنها واخدة مسكنات علشان تنام، وبتحكي لها على اللي حصل. وبعد كده بتفوق البنت وبتحضن مامتها وتعيط. وبتروح الأم على القسم علشان تقدم بلاغ، وهناك بيسألها الضابط انت كنت فين وقت الحادثة؟ فبتقول له ايه علاقة السؤال ده بالموضوع؟ انا سمعت ان عندكم في الحجز في متهم على صلة بالحادثة. فبيرد عليها الضابط ويقول لها لسه مفيش حاجة أكيدة. وفي نفس الوقت بيدخل ال3 شباب اللي عملوا في بنتها كده الاسم، وبتسمعهم وهما بيتكلموا عن تفاصيل الحادثة. فطبعا مش بتقدر انها تتمالك نفسها وبتروح لهم وتتخانق معاهم. فواحد منها بيدفعها ويوقعها على الأرض. بيقومها الضابط وبياخد الولاد بعيد عنها. تاني يوم الصبح في غرفة بنتها في المستشفى بيكون في 2 من الضباط بيصوروا الكدمات اللي في جسم البنت وبيسألوها أسئلة متعلقة بالحادثة. فبتقول لهم الأم كفاية كده. فبينهوا عملهم وبيقولوا لها هي لازم تتعرض على الطبيب المختص بالحالات دي عشان ناخد تقرير طبي شامل بالحالة. بعد كده بترجع يون للبيت مع أمها. وفي نفس اليوم بتكون صاحبتها بتتغدى في مطعم مع والدها اللي هو الضابط اللي مسؤول عن التحقيق في حادثة يون. فبتسأله بنته عن الحادث وبتقول له عملت ايه في التحقيق في حادثة يون؟ فبيقول لها ما تشغليش بالك بالموضوع ده. وبتطلب منه انها تكمل دراستها بره. بيديلها شريحة بيتزا ويقول لها كليها واعتبري نفسك في ايطاليا. وفي قسم الشرطة بيكون الضابط في مكتب المأمور اللي بيقوله ان البنت دي مش هتقدر تاخد حقها بالقانون ولازم الأم توافق على التسوية مع أهالي الولاد. وبيفكروا بحادثة حصلت السنة اللي فاتت لما 30 ولد في المدرسة اغتصبوا بنت أصغر منهم ب2 ولأنهم أسر 3 منهم بس دخلوا الأحداث والباقي خرجوا من المحكمة على بيوتهم. فأقول لها لمصلحتها ما تضيعش فلوسها على المحامين لأن في الآخر القاضي هيحكم بالتسوية لأن الولاد قصر، والأفضل إنها تقابل أهالي الولاد وتتصالح معاهم. بيقابل الضابط الأم ويقول لها على موضوع التسوية وبيدبر ليها مقابلة مع أهالي الولاد اللي بيعرضوا عليها التسوية مقابل مبلغ من المال، لكن هي بترفض. فبتقول لها واحدة من أمهات الولاد بنتك مش بريئة زي ما انت فاهمة،
هي ايه اللي يخليها تطلع مع الولاد فوق السطح؟ وبعدين انت نفسك مطلقة وحياتك مش سوية. فبترد عليها الأم بعنف وبتقول لها اللي ارتكب جريمة لازم يتعاقب عليها، وبعدها بتسيبهم وبتمشي. وفي قاعة المحكمة بيتحكم ببراءة 2 من الولاد والتالت بيتحط 2 تحت المراقبة. فبتنهار الأم وبتقول للقاضي هو ده العدل؟ انت هتسيبهم يمشوا ازاي بعد اللي عملوه ببنتي؟ وبتخرج الأم وبنتها من قاعة المحكمة وملامح الحسرة والحزن على وجوههم. فبيخرج الضابط وراهم ويقول لها أنا آسف. فبترد عليه وتقول له هي دي طريقتك في تأدية واجبك؟ هو مين اللي كان بيتحاكم، بنتي ولا هما؟ وتاني يوم الصبح بتكون في المحل اللي أجرته وسط العمال وبتتنرفز عليهم بدون مبرر. بعد كده بتطلب منهم يروحوا بيوتهم. وفي نفس اليوم بتدخل الأم لبنتها في أوضة نومها وبتطلب منها إنها ترجع للمدرسة أو تروح معاها الرحلة يغيروا جو. فبتقول لها البنت لو عملنا كده كل اللي حصل لي ده هيختفي. وفي شقة واحد من ال3 اللي اغتصبوا البنت بيكون واحد منهم بيتفرج على الفيديو اللي صوروا ليها. فبيدخل صاحبه ويقول له انت لسه بتتفرج على الفيديو؟ اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش وانت بترتجف من الخوف في المحكمة. فبيرد عليه ويقول له انت كمان كنت خايف. كلهم بيقبلوا التسوية، بس اللي ودتنا المحكمة تفتكر لو طلبناها هتيجي؟ وفعلا بيبعتوا للبنت رسالة على تليفونها ومعاها فيديو الحادثة ويقولوا لها لو ما جيتيش هننشر المقطع ده على الانترنت. بتنهار يون وتصرخ بعد ما بتشوف الرسالة وبتمسك القطر في ايديها، ومن بره غرفتها بتسمع امها صوتها وهي بتصرخ. فبتخبط على الباب بذعر وبتفتح البنت الباب وهي لابسه لبس المدرسه وشايله التشيلو على ظهرها وبتقول لمامتها انا رايحه احضر فصل الموسيقى. بتتتبع البنت العنوان اللي بعتوه ليها على التليفون وبتروح عندهم وبتقف قدام البيت وواحد منهم بيدخلها البيت بالاكراه. وفي عربيه الام بتكون قاعده جنبها المحاميه اللي طلقتها من جوزها وبتقول لها الام عاوزاكي ترفعي لي قضيه تانية. فبترد عليها المحاميه وتقول لها انت متوقعه ايه من القضيه اللي عاوزه ترفعيها؟ فبتقول لها الام الاعدام لل3. وفي شقه الولاد بتمسك البنت القطر في ايديها وتقول لهم هاتوا الفيديو، لكن هم طبعا بيتريقوا عليها وبيكرروا اللي عملوه مره تانية. بعدها بتقف البنت قدام المرايه وتصرخ وتطلع القطر وتقطع شعرها. تاني يوم بالليل بتقول الام لبنتها انا خارجه اجيب طلبات تيجي معايا؟ فبتقول لها البنت لا. وفي العربيه بتتصل الام بالاب فمش بيرد عليها. بتسيب له رساله انها عاوزاه في خدمه لمصلحه بنتهم. وفي نفس الليله بتروح البنت لمحل حلويات وبتختار تورتايه وبتسالها البياعه هتكتبي ايه عليها؟ فبتقول لها انا هكتب عليها في البيت. وبترجع الام للبيت فبتلاقي بنتها قطعت شرايين ايديها فبتاخدها وتجري على المستشفى. وفي العربيه بتفتح البنت عينيها وبتشوف امها وهي بتبكي. فبتقول لامها بضعف ما تبكيش يا امي. بيوصل المستشفى وبيحاول الدكاتره انهم ينقذوا حياه البنت الا انها بتموت. وأول طبعا ما بتسمع الأم بخبر وفاة بنتها بيغمى عليها. وبتصحى الأم تلاقي نفسها على سرير في المستشفى. فبتروح للغرفة اللي فيها جثة بنتها، بتكشف الغطا عن وشها وتحضنها وتعيط. وتاني يوم الصبح بتكون الأم والأب ومجموعة بسيطة من صحاب البنت والضابط في وداعها وهي في التابوت. وبعد كده بترجع الأم البيت وبيصادف إن يوم دفن بنتها هو نفسه يوم عيد ميلاد الأم. وبتفتح الأم التلاجة بتلاقي فيها علبة غريبة، ولما بتفتحها بتلاقي فيها تورتايه مكتوب عليها لا تبكي يا أمي. ما بتقدرش الأم هنا تتمالك نفسها وبتبكي بمرارة على فراق بنتها. تاني يوم الصبح بتدخل الأم غرفة نوم بنتها وبتفتح الموبايل بتاعها فبتشوف هنا فيديوهات التهديد اللي كانت بتتبعت ليون. وبتعرف من فيديو إنهم كانوا بيجبروها تروح لهم بعد الحادثة. هنا الأم بتقعد تبكي وتصرخ بقهر. وفي نفس اليوم بالليل بتروح الأم في مكان تجمع الولاد اللي عملوا كده ببنتها وبترن من تليفون البنت على الرقم اللي كان بيبعت لها رسالة تهديد. فبيرن تليفون ولد واقف قدامها فبتقول له هات تليفونك أنا هوديله الشرطة وهثبت اللي انت عملته ببنتي. فبيبتسم الولد وبيشتم بنتها فبتضربه بالقلم وتاخد تليفونه وتمشي. فبيجري الولد وراها ويضربها بعصاية على ظهرها فبتقع على الأرض. في نفس اللحظة بتدخل الشرطة وتمسك الولد. وفي غرفتها في المستشفى بيزورها الضابط وبيقول لها إن الولد هيتحبس أسبوعين. فبتقوله مش هو اللي عمل فيا كده. وفعلا بيطلع الولد من الحجز وبيروح أبوه ليها في المستشفى ويحطها على السرير ظرف فيه فلوس ويقول لها ده علشان ما تعترفيش عليه. فبتقوله خده انت هتحتاجه اليومين الجايين، لكنه بيسيب الفلوس ويخرج. تاني يوم بالليل بتتصل الأم بجون وتطلب منه إنه يقابلها فوق سطح المدرسة. وبتطلع على السطح تلاقيه مستنيها. بتكون في إيديها سكينة بتهدده بيها وتقول له أنت كنت معاهم. فبيقول لها إنهم أجبروني يجيبها ليهم. فبتطلب منه الأم إنه يطلع تليفونه ويتصل بيهم. فبيطلع الولد التليفون وبتشوف الأم صورة بنتها معاها الشاشة الرئيسية للتليفون. فبيظهر هنا التأثر على الأم وبيقول لها الولد إنه ما كانش بيكره بنتها. فبتسيبه وتقول له امشي قبل ما أغير رأيي. وبيجري الولد من قدامها بسرعة. وبعد ما بتروح الأم البيت
بتفتح تليفون بنتها وبتجيب منه عنوان الشقة اللي كانت بتروح لهم فيها، وبالفعل بتروح الأم هناك، وأول ما بتسمع صوت واحد من الولاد داخل الشقة بتستخبى، وبتفاجئه وهي ماسكة سكينة في إيدها وبتقول له هات الفيديو اللي صورته لبنتي. فبيضربها الولد وبيحاول إنه يخنقها، إلا إنها بتقدر في النهاية إنها تقتله، وطبعا بتاخد التليفون بتاعه. وبعد كده بتروح بيتها وبتاخد التورتاية اللي كانت جايباها لبنتها. تاني يوم بيظهر الولد التاني وهو بيركن الموتوسيكل بتاعه في الجراج وبينزل يسرق عربية، ولما بيخلص سرقة بيلاقي الأم مستنياه وبتسأله مين اللي خطط للي حصل لبنتي. فبيقول لها انت بتطرديني ليه؟ واحدة غبية وقتلت نفسها، خلاص الموضوع خلص. فبتسيبه طبعا الأم وترجع لعربيتها. بعدها بتخبطه بالعربية وتقتله. بعد كده في اسم الشرطة بيتم التبليغ عن قتل الولدين، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة في الجراج بتظهر الأم وهي واقفة جنب جثة الولد. تاني يوم بتكون الأم قاعدة في المحل بتاعها اللي لسه قيد الإنشاء، وبيكون فيه فاترينا واحدة وبتظهر فيها التورتاية اللي جابتها البنت لأمها قبل ما تنتحر. وفي شقة الولد اللي الأم قتلته بيشوف الضابط فيديو ليون وهي بتعزف ليهم تحت التهديد، وبيروح بعد كده لشقة جون فبيلاقي فيها فيديو للبنت وهي بيتم اغتصابها، وبيشوف فيه بنته وهي واقفة تتفرج على صاحبتها. فبيتصل الأب ببنته ويقول لها ما قلتليش ليه إنك شفت اللي حصل لصاحبتك؟ فبتقول له أنا خفت لأنهم هددوني بالقتل، لكن دلوقتي أنا عاوزة أقول كل حاجة. وبعد كده بتتصل الأم بالظابط وتقول له أنا اللي قتلتهم ودلوقتي هنتحر. فبيقول لها الظابط في أدلة ظهرت تثبت إنهم خططوا للجريمة وأنا مش هسيب اللي خطط لكل ده. فبتسأله الأم مين هو؟ فبيقول لها جون. هنا بتتخلى الأم عن فكرة الانتحار وبتروح لمدرسة بنتها وهي ماسكة في إيدها سكينة، وبتدخل فصل الولد. بعدها بدقايق بيوصل الضابط للمدرسة وبيشير ليه الطلبة على السطح، ولما طبعا بيتبع الدم اللي على الأرض بيلاقي الأم واقفة على السطح وفي إيدها سكينة والولد مرمي في الأرض مجروح. فبيحاول الضابط يقنعها إنها تسيبه علشان يتحاكم، فبتقوله لو بنتك اللي حصل معاها كده كنت هتسيبه؟ فبيرد الولد هي انتحرت، أنا اتحاسب على موتها ليه؟ هنا الأم بترفع السكينة وفي نفس الوقت بيضرب الضابط طلقة بمسدسه، لكن ما نعرفش هي جت في مين. وبعدها بلحظات بنشوف الأم ميتة على الأرض وجنبها الولد مقتول. وبكده ينتهي فيلمنا النهاردة.